ازيكم؟ معاكم ادري. اتمنى لو بتشوف الحلقه على تيك توك تعمل لايك وفولو وتعمل شير الحلقه وتكملها للاخر، ولو بتتفرج على اليوتيوب تعمل لايك شير سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وبرضه تتابع الحلقه للاخر. طيب الحمد لله النهارده الفوز الاول لمنتخب مصر على نيوزيلندا بقياده الكابتن حسام حسن. فوز مهم كدفعه معنويه للي جاي. حتى لو الاداء مش هنقول مش افضل حاجه، هو افضل من اللي فات، يعني في كل الاحوال هو افضل من اللي فات، فهو افضل حاله من اللي فات. المنتخب النهارده بدأ التشكيل بمين؟ حراسة المرمى محمد أبو جبل اللي شال المنتخب في كام لقطة. خط الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم ومحمد حمدي. خط النص ارتجاز صريح، مروان عطية، قدامه 2 تمانيات إمام عاشور وقفشة. خط الهجوم عمر مرموش يمين، مصطفى محمد مهاجم صريح، تريزيجيه شمال. طيب التعقيب الأول بالنسبة لي، المنتخب افضل حالا. طبعا افضل حالا، ما نقدرش نقول غير كده، وان شاء الله اللي جاي افضل. اسبوع واحد ان المنتخب يبقى بالشكل دوت، لا هو افضل بكتير من ايام فيتوريا، الله لا يعيد ايامه يعني. طيب نبتدي. بالنسبه لي الغلطه الاولى اللي موجوده في التشكيله ديت هو عمر مرموش، اللي من ايام فيتوريا بيقول ان هو ما بيلعبش يمين تماما. عمر مرموش ما بيلعبش يمين. عمر مرموش في الأندية اللي بيلعب فيها بيلعب سكند سترايكر، بيجي من تحت من ناحية الشمال سنة، ما بيجيش من اليمين، بيجي من الشمال سنة، يا إما بيلعب وينج شمال صريح. فأنت الطبيعي والبديهي في الماتش بتاعك النهاردة دوت إن أنت عندك تريزيجيه وعمر مرموش هما بدلاء لبعض، ومعاهم طبعا مصطفى شلبي اللي أعتقد فرصته هتبقى صعبة في اللعب على الاتنين دول في المركز ده. عندك مصطفى فتحي ما لعبتش بيه ليه من الاول خالص الناحيه اليمين، وخصوصا ان هو كان هيبقى اضافه قويه جدا جدا للمنتخب في الحاله اللي احنا شايفينها النهارده. مصطفى فتحي لعيب امكانياته عاليه جدا، وهو البديل الرئيسي لمحمد صلاح رقم واحد في المركز ده. وراه احمد سيد زيزو الذي لا خلاف عليه. يعني لو سيد زيزو النهارده موجود اكيد كنت هتلعبه هو يمين، ما كنتش هتلعب مرموش، فبالتالي ما دام سيد زيزو مش موجود كنت هتلعب مصطفى مين فتحي. لعيب امكانياته عاليه جدا، مهاراته عاليه جدا، بيعرف يخلق 1 تو 1 حلو قوي، بيتصرف في الكوره بشكل كويس، بيقرا الملعب، وفي وجود قفشه الاتنين هيقروا بعض. يعني في وجود قفشه تحتيه هو امام عاشور هيعملوا له ثرو باسات حلوه جدا، وهو نفسه هيعمل ثرو باسات للمهاجمين اللي قدام واللي جاي من تحت حلو جدا. فما علينا، انا بالنسبه لي دي كده كانت الايه العلامه الاولى اللي لازم كابتن حسام حسن ياخد باله منها. ما تغلطش غلطة فيتوريا وتلعب عمر مرموش يمين، ما تغلطش غلطة فيتوريا وتلعب لعيبة في غير مراكزها مش هيدولك اللي انت متوقعه. ده رقم واحد. رقم اتنين محمد حمدي، مع كامل الاحترام ليه هو لعيب كويس جدا وعمل ماتش حلو، بس في كورة في اخر الماتش مثلا اتعملت له ثرو باس داخل، هو يعني اتعملت له من اعتقد من قفشة، استلم الكورة ووشه للجون، بدل ما يشوط على الجون دايركت لا هو بصال تحت. هو مش هقول ما عندوش ثقة، هو ما عندوش حتة تفكير ان هو لا انا هجيب الجون. فتوح لازم ينضم للمنتخب. احمد فتوح لازم ينضم للمنتخب، هو افضل باك ليفت في مصر، هو رقم واحد في مصر في الحته دي، فلازم تستدعيه، ولو ينفع تجيبه في الماتش التاني دوت لو متاح دوت هاته. الراجل دوت هيفرق معاك جدا، وخصوصا بالخطه اللي انت عاملها. انت عامل تشكيله حلوه وبتلعب بخطه حلوه، فما تضيعش ده كله بان انت في لعيبه ما تاخدهاش. لا احمد فتوح لازم ينضم للمنتخب. امام عاشور وقفشه ومروان عطيه. مروان عطيه اعتقد خلاص حجز مركزه في الحته دي في منتخب مصر، وده حتى الان ممكن يبقى في حد افضل منه، بس يعني النهارده واخد مان اوف ذا ماتش ويستحق مان اوف ذا ماتش حرفيا، لان هو لعيب عينه حلو، بيقطع كوره حلو، بيطمن اللي قدامه لا ما ترجعوا انا هقطع الكوره وهسلمكم الكوره بكل سهوله ويسر. تحت الضغط بيستلم الكوره وبيطلعها لقدام، ما بيطفش. عمل كذا كوره حلوه، هو اللي فاضل له بس ان هو يتعلم يشوط من بره. يعني عايزين كده واحد زي امام حسني عبد ربه، احمد حسن، اللي هو انا بستلم الكوره وبشوط. احنا عايزين اللقطه دي معاه، دي لو كملت معاه هيبقى في حته تانية، لان هو اصلا عنده ملكه ثرو باس حلوه، عينه حلوه، وبيفتح ملعب حلو وبيقطع كور حلو، فهو في امكانيات حلوه جدا. قفشه وعاشور، قفشه النهارده اثبت نفسه بشكل كبير جدا، ان هو كان مظلوم بعدم انضمام المنتخب الفترات اللي فاتت كلها. قفشه من اللعيبه اللي بتعرف تحط اي لاعب 1 تو 1 مع الجون، بيدي لك كرة سهلة وبسيطة، بيقول لك روح للجون هات جون، ما بيفكرش، بيستلم وبيسلم وبكل سهولة. نفس القصة امام عاشور اللي للاسف اتصاب النهارده وخرج في الدقيقة 25 بعد ما عمل ضربة الجزاء اللي جه منها هدف المنتخب النهارده. مصطفى محمد لا خلاف عليه، مهاجم مصر رقم واحد حاليا، وفرصه مع حسام حسن وظهوره هيبقى عالي جدا. تريزيجيه لا خلاف عليه، نفس القصة، هو بيلعب في مركزه والدنيا تمام جدا.
مجمل العام المنتخب النهارده كويس جدا، انا ده اللي انا شايفه يعني، مقارنه بايام فيتوريا الله لا يعيد ايامه مره تانية. بس هي الفكره كلها كابتن حسام حسن لازم يراجع توظيف مرموش معاه، رقم واحد. رقم اتنين لازم يستدعي فتوح الفترات الجايه. رقم تلاتة مش عايز اقولها رقم ثلاثة ان هو لو فعلا قصة ان في خلافات بينه وبين عمر كمال عبد الواحد او ايا كان اللاعب اللي موجود، ده كله خلاص ده بقى انت في منتخب مصر. يعني لو هو ده الحقيقة لا، يعني مش هينفع. منتخب مصر اكبر من الكل، منتخب مصر رقم واحد عند الكل. اتمنى ان شاء الله كل توفيق الفترة الجاية، وهنشوف الماتش التاني ان شاء الله سواء قدام تونس او كرواتيا. واتمنى تبقى كرواتيا فعلا، لان المباراة قدام كرواتيا هتبقى ليها طعم تاني. فريق جايب كامل النجوم بتاعته بقيادة لوكا مودريتش طبعا الخزعبلي اللي شايل ريال مدريد على كتفه وكرواتيا على كتفه. فإن شاء الله تبقى مباراة تانية، مباراة كويسة جدا، ويبقى خير بداية لجيل جديد مع الكابتن حسام حسن، اللي إن شاء الله نتمنى إن هو يعمل انتصارات كويسة جدا 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 مع المنتخب المصري. بس كده، أتمنى لو الحلقة عجبتكم تعملوا لايك شير سبسكرايب، لو بتتفرج على اليوتيوب، لو بتتفرج على تيك توك تعمل فولو ولايك، وفي الحالتين تعمل شير. يلا سلام.